تعالوا شوفوا ولادي طالبين مني ايه. طالبين مني رز بلبن. ايه الغريب في كده؟ مفيهوش اي حاجه غريبه، بس الغريب ياكلوا رز بلبن بالايس كريم. ان مره كنا معزومين بره مع باباهم وطلبوه، ولما كلوه انا من النوع يا جماعه لما امسك حاجه اكلها بره بس تلزها اعرف متكونه من ايه، ايه الفكره اللي فيها. فانا كان عاجبني جدا. هم طلبوه مني وقلت بس انا هعمله لكم، وانتوا كمان تقولوا ايه رايكم فيه. بجد طعمه خطير ويستاهل التجربة، وينفع شتا وصيف. بجد أنا كمان في الشتا بس كان طعمه حلو خالص. تعالوا أقول لكم أنا عملته إزاي وما أخدش معايا وقت، وطلع أجمل وأحلى ما أكلناه بره. حلو قوي، ولادي حكموا بكده، قالوا لي يا ماما أحلى ما أكلناه بره. يلا مع بعض شوف عملنا إزاي. يلا بينا خطوة بخطوة. أول حاجة عملتها حطيت حلة على النار فيها حوالي مجين مية تغلي معايا. كنت مجهزة مج رز بلدي، غسلته وصفيته. سقطت الرز على المية المغلية وسبته لما يبدأ يغلي معايا. أنا عايزاه يتشرب خالص، هنعمله زي رز المحلات بالظبط، زي بيتباع بره في سوبر ماركت. وكمان عندي اللبان. تمام كده، هسيبه يتشرب معايا لما اخد النتيجة دي. شايفين مفهوش أي سوائل. وكده هابدأ أنزل باللبن بتاعنا. أنا معايا ريتل لبن على كوباية الرز دي. طبعًا لبن عادي، لبن موجود عندِك، بس يُفضّل لبن جاموسي. أنا ما كانش عندي لبن جاموسي، استخدمت لبن مبستر عادي، ودي نتيجة حلوة أوي. أخدت كيلو ربع على الرز، وشِلت حوالي ربع كيلو يعني مَج كده. هاقول لكم هاعمل إيه بعد كده. خلاص، طبعًا أسيبه يغلي. هنا هابدأ أجهّز معاكم بقى إيه، الخطوة دي مهمة أوي، هتاخدوا معايا أحلى رز بلبن. على المَج لبن اللي باقي معايا من الكيلو، هانزل بمعلقتين نشا منخولين، ومعلقة كريم شانتيه خام، ورشة فانيليا. أقلّب كلّه مع بعضه، ولمّا يغلي معايا وآخد النتيجة دي، شايفين تقِل إزاي؟ طبعًا لسه ما حطيتش عليه النشا ولا الكريم شانتيه ولا أي حاجة خالص. هابدأ أنزل عليه بنُص كوباية سكر. هنا التحلية حسب الرغبة، تحطي نُص كوباية، تحطي كوباية. أنا كنت حاطة نُص كان معايا مضبوط، ولا حلو أوي ولا ماسخ. تمام؟ هنا هابدأ أنزل عليَّ بالخلطة اللي عملتها، هي اللبن والنشا والكريم شانتيه والفانيليا، وإيدي فيه. بُصّوا على حرف الحلة تقيل إزاي، عمل طبقة جميلة جدًا. عشان كده بنلاقيه برّه في المحلات أو السوبر ماركت بيبقى مكشكش كده وجميل. ده الرز الناجح، بياخد لبن كتير على كمية رز قليلة، ويغلي معايا. وبكده أبدأ إن أنا أحطه بقى في بولات، أحطه في كاسات زي ما أنا هاوريكم. شايفين؟ هابدأ كده وهو سخن، مش هاستنى لمّا يبرد، عشان كل ما يبرد معايا هيتقل معايا. بُصّوا تقيل إزاي. وإمتى أعرف إن هو رز بلبن ناجح؟ لمّا يكون على حرف الحلة كده اللي مسوية فيها، تحسي إن لبن تقيل. وكمان لمّا ينشف معايا الرز هيعمل كشكشة على الوش. بُصّوا كوباية رز واحدة ادّتني الكمية دي كلّها. شايفين؟ أهو لسه سخن. سيبه بقى يبرد معايا وأدخّله التلاجة لمدة ساعة. أنتم ممكن تقدّموه كده من غير أي حاجة عليه، وممكن تقدّموه بالآيس كريم. شايفين أنا عاملاه في بولات وعاملاه في كاسات. يخش التلاجة وأمّا يطلع أقول لكم أنا عملته إزاي. وبعد ما طلع من التلاجة كان عندي آيس كريم فانيليا، كنت عاملاه آيس كريم بيتي. طبعًا ولادي طالبينه بالآيس كريم. حطيت عليه كل طبق بولة آيس كريم. في اللي حبّوا الآيس كريم وفي اللي حبّوا كده بشوكولاتة فارماسي. وكان عندي صوص الفراولة، اديت لك ده رشة صوص فراولة. وكمان جنّشته بالفارماسي وشوكولاتة بيضا. حلو خالص صدقوني، وكفاية إن هو عجب ولادي وقالوا لي: "يا ماما ده أحلى ما أكلناه برّه." حلو جدًا، حاجتِك من بيتِك، من إيدِك، وكمان اقتصادية جدًا. وغيّرنا من تقديم الرز بلبن، أنتم ممكن تقدموه من غير أي آيس كريم خالص برضه حلو جدًا. وعايزة أقول لكم كمان هي دي طريقة الرز بلبن زي بيتباع برّه بالضبط. جربوها هتعجبكم جدًا. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم كومنت تشجيعي، وما تنسوا اللايك وتشيروا الفيديو عشان الكل يستفيد. وعايزة أقول لكم كل سنة وكل حاجة وأنتم طيبين. مع تحياتي ميري أنور. سلام.